ده فندق ريكسوس راداميس. الفندق في شرم الشيخ 5 نجوم. التصميم بتاعه مستوحى من القصور المصرية، وفي مناطق خاصة بالكابلز والعائلات. كمان الفندق فيه 15 مطعم. زي ما انتم شايفين المساحة بتاعة الفندق كبيرة جدا. في 7 حمامات سباحة، وكمان في برايفت بول في بعض السويتس اللي موجودة في الفندق. زي ما قلنا ان الفندق فيه 15 مطعم بيقدم اكل تركي وايطالي واسيوي ومأكولات بحرية، علشان يعني يكون عامل كفر لكل المأكولات او معظم الاكلات بالنسبة للجست. كمان اكيد البحر جميل جدا، والسنوركلينج هناك حلو قوي، والدايفنج كمان في اكتيفيتيز كتير في الفندق. هو الفندق لسه جديد، تم افتتاحه سنة 2024. الأسعار بتبدأ من $350 في الليلة، هو all inclusive. وكمان الفندق مناسب جدا للهاني مونرز. زي ما انتم شايفين الدايفنج هناك تحفة جدا. الغرف بقى في ستاندرد، وفي سويتس كتير، وفي اللي هي الأجنحة الرئاسية بتكون بقى بريميوم أكتر، وبتكون فيها أكيد برايفت بول. التويلت في الغرفة الستاندر. كمان الماتيريالز بتاعت الحاجات اللي حاطينها في التويلت وكده حلوة جدا. دي تاني جناح. الفيو بتاع الغرفة دي على البول والجاردن. كمان باين جدا ان الفندق جديد، والأجهزة اللي فيه جديدة، وأكيد الأساسات باينة ان هي جديدة. ده سويت تاني، وكمان هنا ده سويت بيطل على برايفت بول. في كمان جاكوزي. هنا زي ما انتم شايفين السويت كبير جدا، والغرف اللي فيه واسعة وجميلة جدا، والفيو بتاعهم بيطل على الجاردن والبول والبحر. هنا ده المطعم. زي ما انتم شايفين دول ال15 مطعم اللي في الفندق، بيقدموا انواع مختلفة من الاكل. اكل اسيوي واكل تركي، وكمان في اكل ايطالي، باستا وبيتزا، الحاجات دي. الحلويات في الفندق جميلة جدا، والاكل فريش كله، والفندق على مستوى عالي جدا من النظافة. اكيد مجموعة فنادق ريكسوس غنية عن التعريف في الكواليتي بتاع الاكل والحلويات والفاكهة بتاعتهم. هنا اللي فاتت دي كانت كيدز اريا. هنا برضو كيدز اريا في الجاردن. ده الستيج اللي بيعملوا عليه العروض بالليل. والفندق زي ما قلنا بيكون فيه اكتيفيتيز زي الدايفنج والسنوركلينج.
وفي كل مكان في الفندق بيكون فيه جولف كار، علشان الفندق كبير جدا، مساحته كبيرة يعني، علشان يكون في سهولة في التنقل للجست. وفي كذا اكتر من كيدز اريا. وزي ما وضحت في بداية الفيديو ان الفندق فيه 7 حمامات سباحة. كمان هنا ده الجزء الخاص بالسبا، من جاكوزي، ساونا، الحاجات دي كلها. ده البول، جاكوزي، واكيد في الفندق فيه جيم موجود في الفيديو هنا. هنا دي لوكرز علشان لو حد حابب يشيل اي حاجة خاصة بيه. تويلت نضيف جدا طبعا. هي كل حاجة جديدة في الفندق، هو لسه يعني تم افتتاحه من سنة واحدة بس، 2024. هنا ده جزء خاص بالألعاب، بلياردو. وفي كمان ملعب للكورة وبدل. البحر بجد جميل جدا في الفندق، في كابنز كده للبيتش يعني. هنا ده الجيم. هسيبكم تتفرجوا على باقي الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو حد حابب يسأل عن اي حاجة ممكن يكتب لي في التعليقات.